محطة دار البيضاء المسافرين، دقيقة الوقوف. المسافرون المتوجهون إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على المشاكل اللي كتوقع لنا في محطة القطار اولا في القطار نفسه. يعني كنتمنى اول حاجة اللي مسافر الله يديه على خير، واللي ناوي يرجع عاوتاني لمدينته الله يرجعوا على خير ان شاء الله. ولكن كنلقاو مشاكل حقيقية في محطة القطار ولا في القطار نفسه. يعني ملي كنطلعوا وكنشدوا بليصاتنا وكنوصلوا للمدينه اللي بغينا نوصلوا يعني ننزلوا فيها، كنلقاو مشاكل كثيره بزاف. الاكتظاظ، يعني واحد الاكتظاظ، واحد الكم هائل ديال المسافرين باغيين ينزلوا، يعني صافي وصلوا لمدينتهم باغيين ينزلوا، وكاين واحد الكم هائل عاوتاني ديال الناس اللي باغيين يطلعوا للقطار ويشدوا بلاصتهم، وهنا كتكون الكارثه وهنا كتكون المشكله. فاللي وقع لي انا بان كنت غاده مسافره، وصلت للمدينه اللي يعني خاصني ننزل فيها. استعديت باش يعني النزول. وليداتي كانوا قدامي سبقوني نزلوا، وانا يعني بكثره الاكتظاظ ما لقيتش كيفاش ندير. فالتران صافي زاد، يعني فاتت هذيك دقيقه وصافي التران زاد. فالحمد لله. اول حاجه يعني وليداتي كبار شويه يعني فاهمين. ثاني حاجه كان عندهم الهاتف، يعني صونيت لهم واتصلت بهم وهضرت معاهم وطمأنيتهم وقلت لهم ما تخافوش وصافي تسناوني انا غادي نرجع. وفي نفس الوقت عيطت للاخ ديالي قلت ليه سير جيب لي الوليدات راهما في المحطه، شنو وقع لي واشنو وقع لي. ولكن الطامه الكبرى واحد السيده اللي بقات فيا مسكينه بزاف بزاف. كانت مركبه واحد الوليد وعندها يعني الامتعه ديالها، ومركبه وليد وعندها بنيته يعني العمر ديالها كيتجاوز ما بين 3 سنين 4 سنين. هاد البنت هادي راها باقا لحد الساعه بين عينيا، ما قدرتش ننساها، ومره تنتفكرها وتنحكيها غير هكا ما بين العائله ويعني وليداتي. فهاد السيده كما قلت لكم كانت مركبه وليد، عندها الامتعه ديالها وعندها هاد البنيته. فحتى هي وقع ليها هاد المشكل، يعني البنيته ديالها نزلت وهي يلا كتستعد باش يعني تنزل. فيعني بكثره الاكتظاظ راه ماشي مشكل في الام، المشكل الاكتظاظ كثير، الناس طالعه والناس باغا تنزل، وفي نفس الوقت دقيقه يعني ما كافياش. يعني العيب ماشي في هذيك الام. ف فكما قلت لكم يعني الام يعني كانت مستعده باش غادي تتبع البنيته ديالها، فاذا به القطار كيتحرك ومسكينه يعني تصدمات وصافي. يعني كتعرفوا الحاله ديال الام اللي كتشوف يعني التران غادي وبنتها يعني نازله وباقا صغيره، فكانت بغات مسكينه تهبط لولا واحد الناس هما اللي شدوها وقالوا لها راه خطر عليك، راه تقدري تموتي ولا شي حاجه بحال هكا. فبقى بالي بزاف مع هاد البنيته هادي، والسبب كيرجع لها دقيقه وقوف. يعني هاد دقيقة وقوف لا ياش غادي تكفي، ما غاديش تكفي هاد دقيقة وقوف، وما كاينش يعني واحد النظام. يعني كاينين واحد الجهه غادي يطلعوا منها الناس اللي باغيين يطلعوا يشدوا بلايصهم، والناس اللي باغيين ينزلوا غادي مثلا ينزلوا من واحد الجهه واحده اخرى. ما كاينش، يعني هو نفس الباب كيطلعوا منه المسافرين، ونفس الباب كيهبطوا منه الناس اللي يعني وصلوا لمدينتهم وباغيين يهبطوا. فهذه راها مشكله حقيقيه. فكنتمنى يعني من اداره السكه الحديديه باعاده النظر يعني في هاد دقيقه وقوف. ويا ريت كون كان هكا شي شكايه ولا شي بلاغ لهاد الاداره هذه باش توعى بالامر، لان راه الناس مساكن كيتكرفصوا بزاف. الناس مساكن يعني دابا هاد البنيته اللي حكيت لكم عليها هي باقا صغيره، يعني ما بين 3 سنين ولا 4 سنين. ما عرفناش يعني واش الام ديالها لقاتها ولا ما لقاتهاش، الله اعلم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تستافدوا منه، ويعني ديروا وليداتكم في عينيكم ويعني نتمنى ربي الصحة والسلامة والعافية للجميع يا ربي. يا ربي السلامة أهم حاجة. كنتمناو السلامة للجميع، الله يحفظ الجميع. كنتمنى دوز عطلة يعني صيفية زوينة بدون مشاكل بدون عواقب وخيمة. هادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو الله يخليكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه، وكذلك تخليوا لي الراي ديالكم والتعليقات ديالكم وشكون اللي وقع ليه بحالي. هادشي اللي كاين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.